فلنشاهد أيها الإخوة الكرام. لا، لقد احتلمت في نهار رمضان، احتلمت في نهار رمضان وأنا نائم، رأيت رؤيا وأنا نائم وفسد صومي ويتوجب علي القضاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا حصل معي ذلك؟ يا ليتني لم أنم ولم أرى تلك الرؤيا. احتلمت بسبب هذه الرؤيا وفسد صومي وبطل، وينبغي علي أن أقضي. لا أريد أن أقضي. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا أيها الإخوة الكرام، إذا نام الإنسان في نهار رمضان واحتلم أي خرج منه المني، ما حكم صيامه؟ صيامه صحيح ولا يجب عليه شيء، بل يجب عليه الاستحمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، منه النائم حتى يستيقظ. شاركوا هذا المقطع على أوسع نطاق، فالدال على الخير له مثل أجر فاعله. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.